أهلا بكم في أهم الأنباء. لقد ورد إلينا بأن السفاح تيتو قام بقتل ضحية أخرى، وهي تدعى السيدة مي شرف الدين، وتبلغ من العمر 44 عاما. وقد تم تنفيذ هذه الجريمة صباح هذا اليوم بوجود ابنها وابنتها في المنزل، وتم اكتشاف الجريمة عن طريق ابنتها، ولا أحد يعلم حتى الآن عن الهوية الحقيقية للسفاح تيتو ولماذا يقوم بهذه الجرائم. وقد أجرينا لقاء مع ابنة الضحية، وقالت: أنا لسه أنا لسه مش مستوعبة إزاي ده حصل. ماما طول عمرها بتنام بدري، والمفروض إن هي كانت تقوم تحضر لينا الفطار. لما لقيتها اتأخرت رحت علشان أصحيها من النوم، لقيتها لقيت منظر بشع، منظر مستحيل أنساه. لقيت الدم في كل مكان في الأوضة. مين كان موجود معاكوا ساعتها في البيت؟ مفيش، أنا وأخويا بس. رحت علشان أصحيها، لقيت دم في كل مكان في الأوضة. لقيت الدم على الجدران وعلى السرير وعلى الأرض، في كل مكان. ولقيت كمان مكتوب على الحيطة: تيتو السفاح هينتقم منكم كلكم. أنا مش عارفة لحد دلوقتي أنا إزاي هقدر أنام تاني في البيت. والكلام ده كان مكتوب بدم ماما. ماما ما كانش ليها أي أعداء، الناس كلها كانت بتحبها جدا. وقد أنهت ابنة الضحية بجملة: الناس كلها كانت بتحب ماما. يا ترى من هو تيتو السفاح؟ ولماذا يقوم بارتكاب هذه الجرائم؟ من هو وماذا يريد؟ ومن هي الضحية التالية ليه؟ لا أحد يعلم حتى الآن. وأيضا ينفذ جرائمه بنفس الطريقة، وبعد ارتكاب جريمته الأولى وقتله للأستاذ أشرف، وجريمته الثانية للأستاذة مي شرف الدين، لا أحد يعلم حتى الآن من هي الضحية الثالثة. ابقوا معنا وسنوفيكم بآخر الأنباء أولا بأول. ايه الرعب اللي احنا عايشين فيه ده يا محمود؟ ايه السفاح ده وطلع لنا منين؟ محمود رد عليا وقال لي: بصراحة مش عارف يا محمد، أول مرة يحصل في الحي عندنا حاجة زي دي. طب انت مش ملاحظ حاجة؟ بنكمل كلامي أنا وأخويا، لقينا بابا داخل علينا من باب البيت. بابا كان المأمور عماد، مأمور اسم الشرطة. أول ما دخل وسألناه: ايه يا بابا اللي بيحصل ده؟ رد علينا وقال لنا: أنا معرفش. الاتنين كانوا أعز أصحابي، الاتنين كانوا معايا في المدرسة الثانوي، وكانوا طيبين وما كانش ليهم فعلا أعداء. أنا متضايق وتعبان جدا إن هم ماتوا بالطريقة البشعة دي. أنا مش ههدى ومش هنام إلا لما أقبض على السفاح تيتو ده، وأعرف هو ليه بيقتلهم وقتلهم بالطريقة البشعة دي، وكان عايز منهم إيه بالظبط. المهم، أنا هدخل أخد شاور لأني تعبان من الصبح، وهنزل تاني على طول أروح اسم الشرطة. في الفترة دي اقفلوا الابواب والشبابيك كويس جدا. بابا في ساعتها قام ومشي وسابنا. محمد كلمني تاني وقام قايل لي: انت مش ملاحظ بقى حاجة؟ رديت عليه قلت له: ملاحظ ايه؟ قول. قام قايل لي: انت مش ملاحظ ان الاتنين اصحاب بابا كانوا في المدرسة، والاتنين قدوا في السن؟ يعني احتمال كبير ان تيتو السفاح ده يكون كان معاهم في المدرسة الثانوي. رد عليه وقال لي: انت تقصد ان ممكن يكون السفاح كان صديق ليهم؟ قام له: تعالى بس نتأكد وننزل البدروم ونشوف. اول ما نزلنا واحنا بنقلب في الكتب بتاعته، لقينا النور اتقطع فجأة، وفجأة سمعنا صوت غريب قوي فوق. اتخضينا جدا وقلقنا على بابا. ناديت عليه وقلت له: يا بابا، بابا انت كويس؟ للأسف بابا ما ردش عليا. وبعدها سمعنا خطوات فوق في البيت من فوق. قلت لمحمد: تعالى بسرعة، تعالى نطلع نشوف بابا. محمد مد ايده على سكينة كانت موجودة في البدروم تحت، ومشينا بالراحة. وأول ما فتحنا الباب اتصدمنا من اللي احنا شفناه. لقينا قدامنا تيتو السفاح مكتف بابا، وحاطط على رقبته سكينة كبيرة وحادة جدا، وواقف بيقول لنا: ازيكم يا شباب، انتوا هتشوفوا النهاردة أسوأ كابوس ممكن تشوفوه في حياتكم كلها.
كلمته وقلت له أرجوك أرجوك ما تعملش حاجة في بابا، أرجوك سيبه ما تقتلوش. رد عليا وقال لي انت ما تعرفش باباك ده عمل فيا ايه وعمل في اخويا ايه، هو واصحابه المتنمرين. باباك واصحابه دمروا حياتي وحياة اخويا، وتسببوا ان اخويا ينتحر وبعدها يولع في البيت كله. انتوا ما تعرفوش باباك واصحابه عملوا في اخويا ايه. وفجأة شال الماسك اللي كان على وشه، لقينا واحد مشوه قدامنا، جلده كله محروق دايب من النار. قعدت اترجاه واقول له ارجوك ارجوك ما تقتلش بابا، ارجوك سيب لنا بابا عايش. قام قايل لنا اخويا كان معاهم في المدرسة، فضلوا يتنمروا عليه لحد ما انتحر وولع في البيت وانا اتحرقت، ومن يومها وانا مش طايق اشوف نفسي. وفجأة قتل بابا قدامنا، قتله بطريقة بشعة، ذبحه. شكل بابا مستحيل ننساه عمرنا كله، جسمه كله كان بيترعش وبيترج. المنظر من شدة قساوته ما كناش عارفين نفتح عينينا. فجأة كلمنا وقام قايل لنا أشوفكم كلكم في الجحيم. أنا كده انتقمت لأخويا وانتقمت لنفسي، أنا كده ارتحت. انتوا ما تعرفوش أنا اتعذبت قد إيه، انتوا ما تعرفوش أنا كنت بقعد لوحدي في البيت إزاي، وأنا وحيد ووشي محروق ومشوه. كنت لما ببص لنفسي في المراية بكره نفسي ومش قادر ألوم أخويا إن هو اللي ولع في البيت. بس أنا دلوقتي انتقمت له وانتقمت لنفسي. دلوقتي تقدر روحي تلاقي السلام. وفجأة قام ذابح نفسه قدامنا ونزل ميت في نفس اللحظة. وبعدها أعزائي المشاهدين، في هذه اللحظة قد تكون انتهت أسطورة السفاح تيتو، وقد علمنا من هي هويته الحقيقية وأنه ضحية للتنمر. حذروا أولادكم جيدا من خطورة التنمر. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا النهاردة يا أصحاب. يا رب تكون عجبتكم، ودي كانت أحلى التعليقات اللي جات لي الفيديو اللي فات، أنا بشكركم جدا عليها. وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتشيروا القصة لأكبر عدد من أصحابكم. استنوني في قصة جديدة، استنوني القصة الجاية. سلام.